احنا حقيقة يعني المسؤولين مشكورين على هذا يعني كل ما قاموا به، وناس عنابة يستاهلوا ما تقدرش دير شان وتنحي مدينة مثل عنابة. ملعب 19 ماي بعنابة يفتتح أبوابه من جديد بعد أن خضع لأشغال تهيئة شاملة انطلقت منتصف مارس الفارط. كان الملعب قبلها هكذا، لكنه اليوم تحول إلى هكذا ليستحق لقب القلعة الحمراء، حاصدا إعجاب الجميع لحسنه البديع. أؤكد لكم يعني باللي عنابة هي في المقدمة مقارنة بالملاعب الأخرى. On a joué sur un excellent terrain. Déjà très content d'avoir joué dans un très beau stade. Et voilà, quand on a une belle pelouse, c'est toujours agréable de jouer au football et en tout cas يعطيهم صحة. الملعب بعد كل هذه التحسينات ما يزال في انتظار القطعة الأهم في هذا الديكور المتمثل في الجمهور المعول عليه لصنع البهجة والسرور. والله تقول في أوروبا مش في عنابة خلا، سي فريمون خدموا خدمة شابة بزاف. الملعب تاعنا احنا ولا تحفة خويا، صافي بليزير عندنا سطاد كيما هذا ما شاء الله. تقول في الأوروب يعني عنابة خدمة ملاحة، خدموا خدمة ملاحة ما شاء الله. الساد بزاف هاي. مكسب جميل لولاية عنابة، مدينة رياضية غنية عن التعريف. نتمنى من الشعب الجزائري وخاصة الشعب العنابي يحافظ على هذا المكسب. حقيقة تحفة، إن شاء الله نحافظوا عليه، لما لا نستقبلوا المنتخب الوطني الأول. والله مكسب مليح للبلاد والعنابة، إن شاء الله يتعدي التظاهر على خير، وإن شاء الله الشعب يكون بقوة والعائلات تكون بقوة. حتى أبناء المرابطين اعتبروه ككنز ثمين. الملعب الحمد لله ملعب جميل جدا، كيفية الإجراء فيه جميلة جدا وملعب جميل التطور، يعني نشوف بلي راح يكون من أحسن الملاعب لهنا. وربي يبارك، الملعب كان مليح، عنده تحسبه ملعب عالمي. ملعب 19 ماي جوهرة حقيقية كاملة الأوصاف، وجب الاعتناء بها من قبل كل الأطراف.